شكون هذه الجزائر مع هذا الاخفاق يعني؟ احنا من الناس طبعا السؤال هذا يطرح من المفروض على من زمان، يطرح على الكل ويطرح ايضا في كل المجالات وليس في مجال الكره فقط. انا لا اريد ان ابدا كلامي من هذه الصفحه الاشاريه التي كانت غايتها طبعا معروفه وعاديه جدا وطبيعي انه المخرج يفكر في هكذا سيناريو لاخراج ومضه اشهاريه مفيده بالنسبه لي شركه راعيه. أردنا أن نجيب نحن ولا شيء تواضعا، ونحن ولا شيء كذلك حقيقة وفعليا. نحن شيء ما مثل كل الناس. في الكرة نحن لسنا أبطال العالم، في السياسة وفي الدبلوماسية لسنا الأفضل في العالم ولا نصل عن حدث عالميا. اقتصاديا نحن محدودين جدا، ثقافيا محدودين جدا، فكريا محدودين جدا، أخلاقيا وثقافيا أيضا محدودين جدا. خليني إذا حبيت تعرف رأيي عن المشاركة الجزائرية، ولا واحد اليوم يختلف معك ومع صالح الصاد أو أي واحد في أن يقول بأن المشاركة كانت موفقة. أنت طرحت سؤال منذ حين، قلت لماذا هذا التهويل، مش ما قلتش تهويل، قلت لماذا هذا الكلام رغم أنه ليست المرة الأولى التي نخفق فيها في مشاركة إفريقية. هذا هو السؤال المطروح. نجاوبك بنصف سؤال، نقول لك لأنه الجماهير الجزائرية شيء طبيعي طمعت وكان عندها طموح إلى أنها تنافس على اللقب بالنظر لما تملكه من أرمادة من اللاعبين المتميزين. ولا واحد ينكر بأننا نملك اليوم جيل رائع جدا من اللاعبين المتميزين. خسارة لا اللقب أو حتى أتحدث عن التتويج، أتحدث عن المنافسة عن اللقب، لأن التوفيق يأتي من الله سبحانه تبارك وتعالى. وكم من فرق قوية ومنتخبات ولم تتوج. نذكر إسبانيا في مونديال 2014 راحت للبرازيل كبطلة للعالم، راحت للبرازيل كبطلة لأمم أوروبا بنفس المدرب بنفس اللاعبين وخرجت في الدور الأول. قلت لك بأنه ولا واحد يختلف معنا عندما نقول بأن المشاركة كانت سلبية بالنظر لقدراتنا الفنية والبشرية والمادية التي نملكها اليوم. كانت مشاركة تعيسة جدا وتعود، ونتفق كلنا على أنه تعود أساسا إلى أن اللاعبين لعبهم لم يكن لأسباب معروفة، لعبهم لم يكن موفقا. بعد النتيجة نقول بأن الخيارات التي تمت على مستوى الإطار الفني لم تكن موفقة، وهذا أمر لا ينكره أحد. ولكن هذا الإخفاق يتطلب منا وقفة للتقييم والتحليل، لتقييم وتحليل الأسباب والتداعيات. طيب حفيظ الراشي للأسف إذا ناخذ شوية من وقتك. الخط يتقطع، سأحاول ربما يحاول الزملاء إصلاحه ونعود إليه. تفضل. أعتقد أنه أوضح. منذ حين أوضح. كنت أقول لك منذ حين جمال بأنه إذا حبينا الأمر هذا، الإخفاق هذا بين قوسين اللي نجمع كلنا على أنه إخفاق يتطلب منا التقييم والتحليل، تقييم الأسباب والتداعيات وماذا حدث. ولكن هذا التقييم والتحليل لا يتم بكل هذا التهويل الحاصل اليوم، ولا يتم كذلك بكل هذا التهريج وهذا اللعب على مشاعر الجزائريين كما نشاهده في بعض القنوات وفي بعض المواقع. ولكنه التحليل يتم، ولا يتم أيضا من طرف حاقدين ومنتقمين وفاشلين سابقين، خليني نقول، لأنه سمعت وشفت الكثير ممن فشلوا سابقا عادوا إلى الواجهة في هذه الأيام يريدون تصفية حساباتهم. هذا التقييم يجب أن يحدث بالعقل ويحدث بالورقة والقلم. عندما نقول بالورقة والقلم معناها نقول بالفكر ونقول كذلك بالبرهان وبالدليل. صحيح هناك الكثير من الأخطاء في التقدير على مستوى المنتخب، سواء على مستوى التسيير أو على مستوى الجانب الفني. صحيح هناك الكثير من الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء لم تكن إجرامية، ولم تكن إجرامية كما يصورها البعض. صحيح هناك الكثير من التحاليل والاستنتاجات أيضا منطقية من الكثير من الفنيين، ويجب أخذها بعين الاعتبار. ولكن أيضا هناك الكثير من الخبث للأسف الشديد، هناك الكثير من الحقد نلمسه نشاهده ونسمعه في أعين وكذلك كلام الكثيرين. وهناك تحالف، خليني نقول تحالف للرداءة مع الحقد والكراهية للعودة بالاتحادية وبالمنتخب
الى عهد زمان، عهد كان فيه اي واحد يدخل الاتحاديه، عهد كان المنتخب يشتري الملابس والاحذيه، عهد كان كذلك فيه الكثير من الممارسات السربيه. اعتقد بان هناك غلو ومبالغه. قد يلحظ البعض حفيظ دراج انه هناك دفاع مبطن عن روراوه. انت تنتقد دائما حول هذا الموضوع، يعني حتى الحكومه تطالب روراوه بتقديم توضيحات مثل ما ينقل عن وزير الرياضه. من الناحيه الشكليه روراوه يعني المفروض ديمقراطيا لا يعني منتخب ويقدم ان صح التعبير ان كان لا توتال تاعو هي الفيفا، ليس كذلك وليس الحكومه يعني. طيب نبدا لك بقضيه تاع روراوه. كاين شيء اكثر مما انه نقول لك كاين اخفاق وكاين اخطاء في التقدير واخطاء في التسيير واخطاء في الاختيار، ولكن كاين فرق بين انك تقولها بعقلك وكاين فرق من انك تقولها من اجل التحريض وتقولها من اجل الانتقام وتقولها من اجل الحقد وتقولها من اجل تصفيه الحسابات. انا راني نقول لك بان روراوه اخطا في التقدير واخطا في الاختيار، ويتحمل جزء من المسؤوليه مثل ما يتحملوها الكثير من اللاعبين، مثل ما تحمل المسؤوليه الكثير من الاطراف الاخرى المرتبطه بالمنظومه الكرويه في الجزائر. اذا حبيت نتحدث أو الحكومة أو قريت اليوم وسمعت بأنه هناك مطالبة بتقديم تقرير عن المشاركة الجزائرية في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة. أنا خليني نقول لك بأنني كنت سرا وعلنا دائما مادام نتحدث عن روراوة ومن بعدين نرجع لقضية الوزارة، كنت دائما من دعاة ضرورة رحيل روراوة منذ نهائيات كأس العالم 2014. نقول لك سرا وعلنا، يعني نقولها لك علنا وقلتها سرا للرجل منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة. دعوته لكي يرحل لأنني كنت أعرف بأنه سيتعرض لعراقيل كبيرة جدا ككل الذين نجحوا في الجزائر، لأن أعداء النجاح كثر في الجزائر. دعوته أيضا لكي يرحل لأنني كنت أعرف بأنه لن يكون بمقدوره أن يقدم أكثر مما قدم للكرة الجزائرية، وكنت أعرف بأنه لن يكون بمقدوره تقديم نتائج أفضل للكرة الجزائرية. وفي ظل انتهاج السلطة كذلك لسياسة الاستغلال عوض الاستثمار كنت أعرف كذلك بأنه لن ينجح، دليل أنه أطلقنا في سنة 2003 مشاريع إنجاز 4 ملاعب في تيزي وزو في وهران في سطيف وبالراقي، 13 سنة بالبعد ولا ملعب أنجز يعني لحد الآن. هذه الحملة الآن على روراوة حابين يمسحوا الموس في روراوة، وحتى للتلهية وتوجيه الأنظار كذلك سواء في نجاح المنتخب أو حتى في فشله. نعم، هو أكثر شيء إلهاء أكثر مما هو شيء آخر، لأن الجماعة شعرت بأن المخدر اللي هو كرة القدم والمنتخب مفعوله بدأ يضمحل، لذلك يجب أن يكون رد الفعل بهذا الشكل، ولذلك يجب أن يكون هناك من يمسح فيه الموس. على كل حال هذا فيه جزء من ولكن ما خليتنيش نكمل فكرتي جمال. قلت لك الملاعب ما بنيناهاش، وكانوا وعدوا النوادي بأنه يعطيوا لهم قطع أرض يبنيوا مرافق رياضية، هذا من 2003 لحد الآن ولا نادي تحصل على قطعة أرض باش يبني ملعب. أنا كنت دوما جمال سامحني من دعاة تعميم ثقافة الاستقالة، لكن ثقافة عامة وليست خاصة. ثقافة الاستقالة كنت أتمنى وأحلم أنها تكون في بلدي ثقافة عامة تتعلق بكل القطاعات وكل المجالات، ولا تتعلق فقط كل القطاعات وكل المسؤولين، ولا تتعلق فقط بكرة القدم. طيب جميل. فشل المنتخب يعني ليست لما لا فتح النقاش حول الإخفاقات الحقيقية عندما تطالب الحكومة روراوة بجردة الحساب. أليس الأولى مطالبة وزير الصحة، رئيس الحكومة، وزير الشباب والرياضة نفسه في الهياكل الرياضية وغيرها؟ أليس بالأجدى استقالة كل مسؤول فشل في قطاعه مثل ما يستقيل مدرب الكرة؟ طبعا انا اذا حبينا نبقى في الرياضه، انا كنت اتمنى انه اذا صح الخبر بانه هناك مطالبه من وزير الشباب والرياضه لرئيس الاتحاديه والاتحاديه بان يقدم تقريرا عن او تقييما عن المشاركه، انا كنت اتمنى ان يطلب نفس الشيء الوزير من اللجنه الاولمبيه ان تقدم له تقريرا عن الفضائح التي حدثت في اولمبياد ريو دي جانيرو مؤخرا. كنت اتمنى ايضا
أن يكون هناك تقييم لعدم الجزائر في احتضان نهائيات كأس افريقيا 2017 التي جرت فيها الجابون وخسرناها امام الجابونيين منذ 3 سنوات. كنت اتمنى ان يفتح تحقيق لمعرفه الاسباب الحقيقيه وراء ذلك. بعض الاعلام مسحها في روروا، بل وذهب بعضهم حفيظ الراجي الى اتهام روروا، اتهام خطير يعني، واتهام الجزائر انه الفريق الوطني زعما كان يفوز بسبب تدخل روروا في الكولسه مع الحكام. هل هذا كلام معقول يعني؟ لضرب روروا يضرب المنتخب بهذه الطريقه يعني؟ اولا تنظيم الترشح لتنظيم حدث عالمي سواء كان رياضي بالدرجه الاولى هو ترشح دوله، ليس ترشح اتحاد. دوله قطر ترشحت لتنظيم نهائيات كاس العالم 22 وليس الاتحاديه القطريه لكره القدم. دوله البرازيل ترشحت لاحتضان نهائيات كاس العالم 2014 وليس الاتحاديه البرازيليه لكره القدم. هذا واحد. ثانيا الدولة هذه التي تترشح التي من المفروض أن تسعى هي التي تقدم تقدم الملف. الاتحادية لا تقدم ملف. لا تتذكر وزير الشباب والرياضة هو الذي تنقل لكي يعرض ويقدم الملف المتعلق بالملاعب والفنادق والأمور المتعلقة بالتنظيم. فهذا إذا كان إخفاق فهو إخفاق للجزائر، للسياسة الجزائرية، للدبلوماسية الجزائرية. احنا لو كنا صح عمالقة في القارة الإفريقية وعندنا صوت، أنا نرفد التليفون نكلم بونغو، يا سي بونغو تحياتي المسائية من فضلك، الجزائر بحاجة إلى تنظيم نهائيات كأس إفريقيا، أرجو أن تسحب ملفك. هايلك الجزائر ويسحب ملفه لسبب أو لآخر. مسحنا لك الديون. الجزائر عندها بإمكانها تنظيم زوج ديال لا كوب دي موند. 19 لا كوب دي موند. الجزائر عندها إمكانيات لتنظيم كأسي العالم يعني كما قيل. لكن كأس العالم ليس تاع كرة القدم، ممكن تاع ليبول ولا تاع اشياء اخرى يعني. لازم نفهموا الامر لم يكن يتعلق بكأس العالم. حتى حياته ما عطناش كأس افريقيا وقال لنا منذ اسبوعين بان الجزائر قادره على تنظيم كأس العالم عندما كان طيب 26. اعتقد بانه هذا الغلو الحاصل اليوم هو مقصود كما قلت انت. هذا الغلو الحاصل اليوم فيه الكثير من الحقد والكراهيه وتصفيه الحسابات. هذا الحقد والغلو الموجود اليوم فيه محاوله لالهاء الراي العام عن هل زدت سمعت شيء عن قانون الماليه؟ هل زدت سمعت شيء عن الاسعار؟ هل زدت سمعت شيء عن ما يحدث في الافلان؟ هل زدت سمعت شيء عن ما يحدث عن ما يفعله من كانوا ينشطون الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في الجزائر؟ لم نعد نسمع عن كل هذا. منذ حين كنا نتحدث عن، انا كنت اتمنى ان الحكومه مثلا تفتح تحقيق او تطالب ب ما قاله اليوم وزير الشباب والرياضه، تطالب بتقييم ما حدث في وزاره الفلاحه مع اموال الدعم الفلاحي، ما حدث في طريق السيار، وتطلب تقارير من وزاره الاشغال العموميه، تطلب تقارير من وزاره النفط على فضائح صنع طريق 21، تطلب الفضائح التي حدثت في مختلف القطاعات. هنا نقول بانه الشيء عام، الامر عام وليس خاص. لما يتعلق فقط بكره القدم نقول بانه فيها ان طيب. كره القدم علنا ويتحركون يعني. طيب خليني نعود نرجع للعقل بعيدا عن المشاعر وبعيدا عن القلب اللي هو مسموح به للجماهير انهم يتحركوا بمشاعرهم وبقلبهم. احنا لازم نحكموا عقلنا كاعلاميين وكفنيين ونبتعد كثيرا عن الغلو وعن التهريج الحاصل في بعض القنوات. خليني نعطيك مفارقه اخرى. من يطالب الان برحيل مثلا رورو، يعني نقول لك انا نطالبه بالرحيل منذ 2014 لانه شرحت علاش، لانه كنت عارف بانه ما يقدرش يعمل اكثر من اللي عمله. هل هناك من بامكانه في كل هذول اللي راهم طالعين في القنوات وكل هذول اللي راهم يكتبوا في وسائل الاعلام، هل بامكان اي واحد انه يحلم في الليل مع نفسه بانه نادى، لا ينادي، يحلم بانه نادى الى اقاله او استقاله او انسحاب المشرفين على المنتخب العسكري لكره القدم، لان هو لقب كأس العالم الذي توج به مرتين أو مرة ووصل للنهائي مرة أخرى. هل هناك من يحلم فقط بأن يتجرأ ويقول يجب على المسؤول على المنتخب العسكري أن
ينسحب او ان يستقيل او نديوه الخروبه، مثل ما يقال الان في بعض وسائل الاعلام عن ناس اخرين بسطاء. انا قلتها في قناه، قلت احنا محقورين وحقارين في نفس الوقت. احنا محقورين بطرق مختلفه، وحقارين لما هم ادنى منا، وحقارين لمن نريد ان نصفي معهم حساباتنا، وحقارين لمن نعرف باننا قد ما نقول ولا واحد يرفع لنا التليفون ويقول لنا اي شيء لانه مسموح، ولكن لو يتكلم على الفلاحه ولا على الزراعه ولا الفلاحه ولا على الصناعه ولا على الصحه ولا على الامن ولا على العسكر ولا على يخاف. فهذا الذي يحدث اليوم نعود نقول لك اخفاق كبير للمنتخب الجزائري بالنظر لامكانياتنا اليوم. هذا اخفاق ليس الاول، اخفقنا بطرق ادهى من هذه، ولكن في الوقت في 92 بعد ما كنا ابطال افريقيا سنه 90 خفقنا، دينا نقطه واحده في السنغال ومهزله كبيره جدا. كنا ابطال افريقيا بنفس الفريق وبنفس المدرب الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كرمالي، ولا واحد قال بانها مهزله او كارثه. اليوم اي نعم هناك نتيجه سلبيه، هناك اداء رديء، هناك اخطاء في التسيير، هناك اخطاء في التقدير، هناك اخطاء في الاختيار، ولكن ليست لم تكن جرائم في التسيير. الجرائم راهي ايور، لم تكن جرائم في كرة القدم. يا ريت يروح روروا، لكن هل استقالة روروا او رحيله، انا نعرف بانه العهدة تاعو تنتهي بعد شهر، يعني خلاص يستقيل ولا ما يستقيلش، المهم هذه العقليه في الدراجه انه وزير شباب الرياضه يطلب تقييم من روروا، لكن من ناحيه روروا مفروض يعني بامكانه حتى يشتكي الفيفا، ليس كذلك ان الحكومه تتدخل فيه. وقد يا سيدي انا ندهش لما يكونوا اعلاميين بالدرجه الاولى وما يعرفوش القوانين وما يعرفوش ماذا يحدث. رئيس الاتحاد الجزائري عنده هيئات نظاميه، او رئيس اي اتحاد مهما كان عنده هيئات نظاميه تسمى المكتب الفيدرالي وتسمى الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه هي التي تحاسب رئيس الاتحاديه، والجمعيه العموميه هي التي توافق او ترفض قبول التقرير المالي والتقرير الادبي. وليس هناك ولا يحق لاي سلطه عموميه، السلطه العموميه لديها الحق في مراقبه الاموال التي تمنحها للاتحاديات كما مراقبه الاموال التي تمنحها لكل الجمعيات، بل من واجبها ان تراقب الاموال. قال اعطيت لك طون، وين اعطيني حاسبني وين ديت الاموال هذه. اما الامور المعنويه تحدثوا عن النتائج، شو النتائج؟ وشكون هذا اللي يضمن لك انه يفوز بكاس العالم ولا كاس افريقيا ولا كاس العالم العسكريه؟ من هذا الذي يضمن؟ هذه رياضه، ولكن ب 800 ألف ب1000 مليار دولار من المفروض نضمن دولة محترمة ودولة متطورة ودولة قوية ومجتمع سوي. ب1000 مليار دولار من المفروض عندنا بلد مثل الصين ومثل اليابان ومثل اندونيسيا ومثل الهند ومثل كوريا ومثل الكثير من الدول. وين راه اللي يرفع صبعه ويحاول يحاسب؟ وين هو ليس الكشف الحساب فعلا توفيق سليماني؟ هو جزء من نقاش يجب ان يدور في هو جزء من نقاش يجب ان ندور في كرة القدم الجزائرية وفي المنظومة الرياضية في الجزائر. انا اريد ان اوسع النقاش، ان يتوسع كذلك. منذ حين في بداية تدخلي قلت لك يجب ان يكون نقاش من اصحاب الفكر واصحاب القلم، وليس اصحاب الحقد واصحاب الكراهيه واصحاب تصفيه الحسابات، والذين يريدون استعاده الاتحاديه واستعاده المنتخب ليجعلوه مرتعا لتصرفات نعرفها جيدا، خاصه وانهم اليوم يعرفوا بانه فيها الكثير من الاموال على مستوى الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. منظومتنا الرياضيه تعيسه، منظومتنا الرياضيه فاشله. اعطيني بالله عليك رياضه في الجزائر متفوقه وناجحه، اعطيني مرافق رياضيه متطوره اليوم في الجزائر. من 20 سنه لم نبدي ملعبا، قلت لك بانه 4 ملاعب 13 سنه طلعوا البطولات فقط لحد الان. اعطيني القاعات التي بنيت في مستوى او قاعه كوبول في الجزائر الكبيره. اعطيني مشروع رياضي الوحيد اللي عنده مشروع رياضي ولكنه لا نسمحه يتكلم الان لانه انسان مربي. خليني نذكر الاسماء. زتشي رئيس نادي بارادو اللي خلق مدرسه كرويه 10 سنين باش خلق لاعب واسمه بن سبعيني، باش عطانا لاعب واسمه بن سبعيني، لانه هذا هو التكوين، لانه يعني لازم لك وقت كبير. ولكنه لا يتحدث الرجل، رجل مختفي ويشتغل. الباقيين كلهم اعطيني واحد من اللاعبين القدامى او المدربين القدامى او من اصحاب المال، اعطيني واحد استثمر وبنى مركز رياضي كما بناه
سيزتشي ولا واحد، او بناء اكاديميه، او يا سيدي سميناها عليه، يلا يا سيدي دير لي اكاديميه كما داروها لاعبين ماليين ولاعبين ايفواريين ولاعبين سنغاليين، ولا واحد. فالناس اللي تتكلم اليوم ليش كلها؟ لانه الكثير منها محترمين والكثير منهم يتكلموا بقلبهم وعقلهم، ولكن اصحاب الصوت العالي الذين يصرخون الان ويحتلون الفضاءات تصفي حسابهم ناس منتقبين، ناس لانه لم يعد لديهم مكان يكون لم يعد لديهم مكان في الاتحاديه، ولكن عندهم اماكن على مستوى الملاعب والنوادي، وعندهم اماكن في العالم، لانه ممكن تروح لموريتانيا وتروح للمغرب وتروح لتونس وتروح للسودان وتروح لقطر وتروح لاي مكان وممكن تشتغل وتدرب. وبعدين تدريب الناس اللي تبحث كلها على تدريب المنتخب الاول. علاش؟ المنتخب الاول كاين واحد وانتم كاين الاف، لما نعطيوها فلازم نعطيوها الواحد، لكن كاين منتخبات اخرى، كاين نوادي اخرى. حديث عن المرافق، روح شوف لي مولوديه الجزائر، اعرق نادي في الجزائر ما عندوش ملعب وين يتدرب، مش ملعب وين يلعب، ما عندوش ملعب وين يتدرب. تقول لي انت تخلق منتخب وطني فيها مولوديه الجزائر، باش ما نذكرش اعماق الجزائر وما فيها من هموم ومتاعب. مولوديه الجزائر وما ادراك ما عندوش ملعب تدريب، ماشي ملعب يلعب فيه. حديث قياس. طيب سؤال اخير حافظ دراج، اذا المشكله ابعد من كره القدم اليس كذلك؟ ابعد من ملاعب كره القدم، والقطاع الرياضه كره القدم ليس الا قطاع من قطاعات اكبر اليس كذلك؟ المشكله مشكله في من يدير البلد باكملها اليس كذلك؟ الكره ليست الا تفصيل. بكري دوغول كان يقول لهم بانه كونت لو باتيمون فا تو فا، هو يقصد كونت لو باتيمون فا معناها كي تكون الانجازات والمرافق والمباني تمشي كل شيء يمشي. نفس الشيء اليوم ينطبق علينا في الجزائر، كونت لو باتيمون فا تو فا. نقصد بالباتيمون على مستوى المرافق الرياضيه، على مستوى نقصد بالباتيمون في الرياضه المرافق الرياضيه المهتريه القديمه التعيسه المتخلفه الغير موجوده الغير كافيه الغير ملائمه الغير منسجمه الغير متلائمه ايضا مع حتى القوانين الجديده. تعرف بانه ملاعبنا اليوم كلها لو تجي الفيفا تطبق القوانين ولا ملعب في الجزائر بما في ذلك ملعب 5 جويلية يمكن أن يحتضن مباراة رسمية في كرة القدم، لأننا تخلفنا كثيرا ومرافقنا لم تعد منسجمة. الأمر لا يتعلق بشخص، وصدقني وتذكر مليح يا جمال بعيد الشر، ولكن أنا أتوقع بأنه ابتداء من الآن بعد هذا النقاش الحاصل اليوم، لأنه نقاش نديناه المجال آخر، عوض أن يكون نقاش فكري ونقاش علمي ونقاش ورقه وقلم. تعال اخويا، هاي الاخطاء وهاي الحلول وهاي المقترحات وهاي الامكانيات، لانه في اي مشروع يجب تعمل كونستا. باش تعمل كونستا قبل اي شيء تعمل تقييم، وبعد التقييم تخطط لمشروع، والمشروع هذاك لازم توفر له امكانيات، والامكانيات هذيك لازم تجيبها. وراه اللي يفكر بهذا الشيء من الناس اللي راهي تتكلم. انا عارف بانه فيه ناس يفكروا بهذا الشيء ولكنهم حشمانين ومخبيين ومختفيين ومتربيين، لانه قضيه اخلاقيه قبل ان تكون كل شيء. عاد تكلموا عندي الكلام الكثير وقال بعد هذا ما نزيدش نتكلم تماما. سامحني سي جمال، لانه النقاش اللي فوق راح ديفيناه راح لمجال اخر عوض ان يكون نقاش فكري. ما هو النقاش المفروض الاساسي الجوهري الذي يجب ان تناقشه الجزائر في 2017 مع كل التحديات التي تواجهها، مع الاوضاع الاحتقان السياسي والاوضاع الاقتصاديه والمخاوف الماليه وغيرها. نتناقش حول مشروع مجتمع. اتحدى اي مسؤول في الجزائر يقول لي عنده مشروع مجتمع ويعرف وين رانا رايحين بعد سنتين، فما بالك بعد 20 سنه. عندما اقول نناقش مشروع مجتمع معناه في الرياضه يناقشوا مشروعهم الرياضي، في الثقافه يناقشوا مشروعهم الرياضي، في الاقتصاد، في الصناعه، في الزراعه، وبعدين حسب الامكانيات. انا عارف بانه مش ممكن تناقش مشروع تاع ياباني ما عندكش امكانياته، ولكن الامكانيات البشريه عندنا، الكفاءات عندنا، النيه اللي ما عندناش، وما عندناش مشروع. حتى في الرياضه اعطيني ورانا رايحين. هل في واحد اليوم يفكر في اولمبياد القادمه؟ هل في واحد اليوم يفكر في الالعاب الافريقيه والمتوسطه الجايه؟ هل في واحد اليوم الناس اللي تتكلم الان يفكر في تصفيات كاس افريقيا القادمه ونهائيات كاس العالم القادمه؟ حنا حقيقي اليوم مقتل غدوه. مشكله الجزائر ومعضلتها هو انه ما عندناش مشروع مجتمع. عندما اقول مجتمع اتحدث عن كل شيء،
مشكلتنا مشكلتنا هي حقدنا، مشكلتنا هي تصفيتنا للحسابات، مشكلتنا هي أخلاقنا المتدينية جدا، هي إقصاءنا لبعضنا البعض. باختصار شديد مشكلتنا أخلاقية قبل أن تكون كروية أو رياضية أو شيء آخر. أخلاقنا يجب أن يعاد فيها النظر. في بعض الأحيان نقول لأولادي، نقول لهم من سوء حظكم أنكم جيتوا في هذا الظرف وين تشوفوا والديكم وتشوفوا الجيل اللي سبقكم يمارس مثل هذه الممارسات وهذه النقاشات. ما ذنب الجيل تاع اليوم انه تجيب طفله صغيره في عمرها 6 سنين وتبكي في التلفزيون وتقول لهم راهو لازم يروح 6 سنين في عمرها؟ وين الوالد نتاع الطفله هذه؟ وين الاخلاق؟ وين القيم؟ وين نجيب طفله ولا نجيب عجوزه وتبكي على منتخب الجزائر وما تبكيش على الجزائر اللي ضاعت، وما تبكيش على الجزائر اللي راهم يضيعوها بكل الطرق؟ كوره تفرح وتحزن، ولكن ما تقودش للانتصار وللانهزام. الكرة فيها فوز وخسارة. البرازيل وما أدراك خسر 7-0 في بلاده أمام ألمانيا. توفيق مقبل كان يتحدث عليها. نذكروا فقط بأن تلك ألمانيا فازت على البرازيل ب7-0، وتلك ألمانيا فازت بكأس العالم يا سيدي الكريم. وأنا ما قلتش بأنه إنجاز عظيم أبدا، العظمة لله. أنا قلت بأنه إنجاز كبير، عادي جدا، إنجاز كبير للكرة الجزائرية ما فعلته في المونديال، لأنه لم يسبق له مثيل. وبعدين أنا قلت في سياق تعليق، يعني في سياق تاع مشاعر، عادي جدا. ولكن مع الوقت أنا لا أنكر بأنه كان إنجاز كبير، ولكن لا يجب أن نستصغره ونستصغر من حققه من لاعبين، من مسيرين، من مدربين، ومن مناصرين كذلك، اللي يجب أن نعتذر لهم بلباقة وبأدب، ويتقبلوا الاعتذار. ونطلب من الكل الذين أخطأوا أن يعتذروا لهذا الشعب، لأنه أخطائهم كانت كثيرة جدا. شكرا لك حفيظ دراجي، الإعلامي معلق الرياضي، كنت معنا عبر خدمة سكايب. توفيق سليماني في الأخير. Baby, show them say you're wicked like that.